صفحة 16 عندكم. روى الإمام مالك بكتابه الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تمام. بهذه الرواية لأمرتهم بالسواك. طبعا في غير روايات لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي روايات لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، عند الوضوء. لذلك من أهل العلم من استحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. نعم. طيب، في هذا الحديث وين الإسناد؟ من قوله حدثنا الإمام مالك أو روى الإمام مالك إلى قوله تمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب، شو الفرق الآن؟ أو ليش في أحوال للمتن وأحوال للسند؟ هذا السند اللي مر معنا، هل كل راوي من الرواة، هل كل راو من الرواة أخذ عمن فوقه، أخذ عن شيخه، التقى فيه لهذا الشيخ ولا ما التقى؟ تمام. حتى يقول عن فلان أو سمعت من فلان أو حدثنا فلان، لابد أنه يكون التقى فيه. تمام. وبالتالي بده يكونوا بنفس العصر ويثبت أنه هو التقى بهذا الإنسان أو لا، وإلا حكمنا على الحديث بأنه فيه شيء من عدم الاتصال، سند غير متصل. تمام. لذلك يجب أن ندرس الإسناد. الأمر الثاني، لما وصلنا لعند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما تكلمنا المرة الماضية دل على أنه إيش؟ هذا الحديث مرفوع. مرفوع لمن؟ مرفوع إلى أو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان عن صحابي شيء آخر، لو كان عن تابعي شيء آخر. إذن لهذا السند أحوال، وكذلك المتن. طيب، بهذا المتن لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. في بعض الأحيان ممكن يكون في كلمة مقلوبة، عبارة في بقلب المتن. هأعطيكم مثال. كل هذا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله، ما هيك؟ ومنهم من هؤلاء السبعة ورجل أنفق حتى لا تعلم شو يمينه ما تنفق شماله، ولا العكس؟ موجودين الاثنين. حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه الأصل الإنسان بينفق بإيش؟ باليمين. تمام. حتى لو كان عسراوي ينفق باليمين، بيعطي، لأنه من السنة أنك تعطي باليمين. في رواية بصحيح الإمام مسلم حكم عليه أهل العلم بأنه هذا الحديث مقلوب. تمام. وأنه رواية هي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذه الجملة لولا أن أشق على أمتي شو سميناها؟ المتن. طيب، خذوا الحديث الآخر. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. طيب، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه. هذا الحديث من رواه؟ سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالأصل في هذا الحديث أنه إيش؟ موقوف على سيدنا عبد الله بن عمر. طبعا، ولكن لحتى الصحابي يقول مسائل فقهية حلال وحرام وفيها أشياء سبحان الله، لابد يعني يكون استند إلى أشياء سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا في كيل أو وزن أو شيء. ففي هاي الأمور بعض الأحاديث الموقوفة بيكون لها حكم المرفوع، وبتمرق معنا هاي المسألة إن شاء الله تعالى. الحديث الثالث: روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. هل هو المسيب أو المسيب؟ المسيب طبعا هكذا هو، يعني الاسم في الأصل سعيد بن المسيب. وبعض مشايخنا كان من الباب الأدب نقول سعيد بن المسيب لأنه دعا على من سيبه. فلذلك إذا واحد قال المسيب ولا المسيب ما في إشكال. أنه كان يقول، بس هو رواية اسمه المسيب هكذا، سعيد بن المسيب بفتح الياء: من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن يساره
ملك. فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال بأرض فلاة. وهي المسألة مهمة جدا لما الإنسان يخرج خارج بيروت إلى البرية وإلى الطبيعة. سبحان الله. إذا أذن وأقام الصلاة، أو يستحب الأذان في مثل هذه الأماكن، فسبحان الله يعني فإنه يشهد له يوم القيامة ما بلغ من صوته من جبال وحجارة وأشجار كلها تشهد له يوم القيامة. صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. طبعا هذا الكلام يرويه سعيد ابن المسيب رحمة الله تعالى عليه من لفظه. فهذا حديث ايش سمينا المرة الماضية؟ الحديث المقطوع. حديث المقطوع لأنه تابعي، لأنه سيدنا سعيد بن المسيب من التابعين. جميل. طيب المتن الأول اللي ذكرناه من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمتن الثاني من كلام سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والمتن الثالث من كلام سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى. وكل هذه الثلاثة تسمى حديثا. حتى كلام التابعين، اي نعم، حتى كلام التابعين بنسميه ايش؟ حديث. جميل. طيب علم الحديث هل له اسماء اخرى؟ الان نحن العلم اللي نحن عم نقراه الان هو علم المصطلح، ما هيك؟ ومصطلح الحديث شو سمينا المره الماضيه كمان؟ علم الدرايه. علم الدرايه. جميل. ويسمى أيضا علم أصول الحديث. علم أصول الحديث. فما معنى السند؟ شو يعني سند؟ حسب ما أنتم هلا سمعتوا الأحاديث، شو يعني سند؟ سلسلة، ما هيك؟ في سلسلة شو؟ رجال، سلسلة رجال أو رواة. السند هو سلسلة الرواة وأدوات الرواية معها. يعني هو سلسلة الرواة فلان وفلان وفلان تمام. وأدوات الرواية، شو هي أدوات الرواية؟ عن، حدثنا، سمعت. وهل تختلف؟ نعم بيختلف. لما يكون بالحديث عن في له شروط حتى يقبل، نسميه حديث معنعن، اسمه حديث معنعن وله شروط ليقبل. وغير لما يقول حدثنا، خلاص حدثنا يعني في التقى فيه وسمع منه. وكذلك لما يقول سمعته، فإذا هاي بنسميها ايش؟ أدوات الرواية. هذا السند يؤدي إلى ما بعده من كلام وهو المتن. فالسند لوين حيوصلنا؟ إلى المتن. مثل هون عندنا مين رواة؟ مالك، أبي الزناد، الأعرج، هذول رواة. هيك سعيد بن المسيب، يحيى بن سعيد، الإمام مالك، هذول كلهم من الرواة. والأدوات مثل عن وحدثنا وسمعت وقال وأن، أنبأنا، أخبرنا، هذول بنسميهم أدوات الرواية. طيب في أحيانا بيقولوا إسناد الحديث، أحيانا بيقولوا كلمة سند الحديث. فما معنى الإسناد؟ طيب شوفوا يا جماعة، في بعض الأحيان بيقولوا كلمة السند وبيقولوا كلمة الإسناد وبيكونوا مترادفين، يعني بيكون نفس القصد. لما بيقول سند بيكون قصده إسناد، والإسناد قصده شو؟ سند. وفي بعض الأحيان ممكن نطلق كلمة الإسناد على عملية ذكر السند. فلما بنذكر سند حديث بيقولوا أسنده فلان، يعني ذكر سنده. فإذا في عنا أحيانا كلمة الإسناد بيكون المقصود فيها إيش؟ السند. وفي أحيان أخرى بيكون المقصود بكلمة الإسناد أن يذكر الراوي سنده إلى المتن. تمام؟ أن يذكر الراوي سنده إلى المتن، فبقول أسنده فلان، يعني ذكر سنده إلى متن هذا الحديث. إسناده ضعيف، يعني سنده ضعيف. لما نقول إسناده ضعيف، يعني سنده ضعيف. مراد. إيه نعم صحيح، سبحان الله، نعم 100. تمام؟ لما يقول هون، لما سمعتوا شو قال؟ لما نقول إسناده ضعيف، شو المقصود هون فيه؟ سنده ضعيف. والجميل بهذا الكتاب إنه التعريفات كلها جايبها بالبولد، جايبها بالأسود. تمام؟ الآن ما معنى المتن؟ عرفنا شو يعني شو السند. فما معنى المتن؟
المتن هو الكلام والمذكور بعد السند. تمام. وقد يكون هذا الكلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الصحابي، وقد يكون من التابعي. تمام. السند مع نص الحديث، تمام، بنسميه شو؟ حديث. السند مع النص أو يعني المتن، هذا بنسميه إيش؟ الحديث. جميل. في بعد مسألة مهمة جدا بصفحة 20، مهم جدا نعرف الآن. في عندنا 3 كلمات تطلق، 3 كلمات اللي هن الحديث والأثر والخبر. رح نقول لكم سبحان الله، يعني خلاصة أقوال أهل العلم، الحديث له مرادفات، الحديث له مرادفات يعني بنفس المعنى. الأثر والخبر والسنة، الحديث والأثر والخبر والسنة كلها بمعنى يعني شو معنى واحد. تمام. فبنيجي بنقول إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أثر وهو خبر. جميل. هل يجوز رواية بعض الحديث، بعض المتن دون كامل المتن؟ إيه نعم. هلا أنا شو قلت؟ إنما الأعمال بالنيات، ولا ما رويت المتن كاملا، وهل بسميه حديث؟ نعم. تطلق كلمة الحديث على بعض الحديث من باب التجوز. يعني أنت عم تطلق على البعض وتريد أحيانا شو؟ الكل. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، لما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات، واضح؟ طيب هذا حديث. تمام. بس أنا ما كملته، فأنا ذكرت طرف الحديث وطبعا وأكل الباقي الحديث الناس بترجع له، ما في إشكال. أنا كنت بدي استشهد بهذا المقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد الإنسان اللي بده يقتطع جزء من الحديث بده يكون نعم يعرف وين بده يقف عند موضع يتم فيه المعنى أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك. إذن هاي المسألة تقول يطلق الحديث على المتن تجوزا أحيانا من دون سند. تمام. ولك حافظ حديث إنما الأعمال بالنيات، سمع لي. أنت سمعت الحديث، طب ما جبت لي المتن. قال تطلق أحيانا كلمة الحديث على المتن من باب التجوز. تمام. هذا سبحان الله. وأحيانا تطلق كلمة الحديث على بعض الحديث، وهذا ما في إشكال. جيد. دون أن نذكر السند، نيجي الآن ل3 أمور مهمة جدا إلى علاقة بتعريف الحديث. الآن عرفنا أن الحديث يتألف من متن، من سند ومتن. الآن في تعريف للحديث كلها من زمان حافظينه، مش هيك؟ كله ما نسب، مش هيك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شو؟ قول أو فعل أو تقرير أو وصف. شو وصف؟ شو؟ خلقي أو خلقي. جميل. طبعا هذا تعريف أي حديث، أي نوع من الحديث. لما قلنا كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هون عم نتكلم عن الحديث المرفوع. الحديث المرفوع كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والبعض أيضا بيزيد كلمة أو هم، يعني كل ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ولكن سبحان الله هذا الهم غالبا يدخل في القول أو الفعل، يعني ما بحاجة لهذه الزيادة.
هذا تعريف كامل جامع مانع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حنعرف الآن الأحاديث تعريف جديد، أو حنقسمها تقسيم جديد. تمام؟ شوفوا لها تقسيم جميل جدا. بس الآن حنقسم الحديث تقسيم جديد. الحديث القولي، يلا، الحديث الفعلي، والحديث التقريري، والحديث الوصفي. الحديث القولي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قولي. طيب، جايب لنا أمثلة جميلة جدا المؤلف الله سبحانه وتعالى يحفظه. جاب لنا حديث من البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله تعالى، ومن أبغضهم أبغضه الله تعالى. اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم، نعم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونبغض من يبغضهم، أي نعم، حتى يتم الأمر سبحانه، ونبغض من يبغضهم. الحديث القولي كل حديث كان متنه قولا. مش هيك؟ لاحظتوا التعريف بصفحة 25 بالبولد. كل حديث كان متنه قولا. واضحة؟ طيب، الحديث الفعلي. الحديث الفعلي هو الذي يحكي متنه فعلا، فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، مين حيقرأ لنا هذا الحديث؟ يلا تفضل. مع السند. ايه نعم اكيد. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. جميل. شوفوا يا جماعة، الحديث رواه سيدنا أنس بن مالك الصحابي، بس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس عم يحكي عن يوم العيد. لا يغدو، ما معنى الغدو؟ الغدو الذهاب باكرا، مش هيك؟ التبكير في الصباح. لا يغدو يوم الفطر، يوم عيد الفطر. تمام؟ فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد باكرا، إيش؟ حتى لا يغدو حتى يأكل تمرات. وهذا لمخالفة عادة شو؟ شهر رمضان، عادة الصيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. فهون ذكر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث فعلي. لا، مرفوع. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي قالوا، مش هيك قلنا، بس هذا حديث شو؟ فعلي، أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هات فيه شو؟ ما شاء الله ما شاء الله، سريع. ايه يلا، ايه حافظهم للشباب. انت ما هيك؟ خذهم هيك، خذهم. ايه نحن ما بدنا 5 دقايق بنخلص دغري، سهلين ان شاء الله. موجود. عمر خضر العلوم موجود. خضر الجوجو مش منير محمصاني، يوسف نعسان موجود، محمد قاسم، علاء نجار، حبيب صالحاني، أسامة الموسى، محمد شحادة، مؤمن سليم، بكر يونس، سهيل سليم، حج زياد. ما شاء الله، جميل. فإذا يا جماعة، سؤال الحج زياد بمكانه. طيب، أقول لك إنه هذا الحديث شو قال هذا الحديث؟ قال البخاري ذكر السند ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. يعني ما شاف فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك سميناه حديث فعلي وهو مرفوع، لأنه هون الصحابي وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بيكون حديث موقوف، إنه سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه بيقول لك هو كلام من عنده، لا يذكر فيه شيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، عم بيقول هو كلمة من عنده، حكمة من عنده. سبحان الله.
يعني هذا بيكون حديث موقوف. المبحث الثالث التقريري. إذن الحديث الثالث هو إيش؟ التقريري. شو يعني الحديث التقريري؟ هو كل قول أو فعل علم النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا قاله أو فعله فأقره صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه. في أشياء فعلوها الصحابة رضي الله عنهم، في أشياء قالوها بحضرته صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك فما في إشكال، لا بهذا الفعل ولا بهذا القول. ولو كان في إشكال لنهى صلى الله عليه وسلم عنه، مش هيك؟ فهذا من باب شو؟ التقرير، بنسميه حديث تقريري. الحديث التقريري، اقرأ لنا الحديث. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. جميل. هذا الكلام بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل الصحابة بعضهم ويتكلموا في أحاديثهم، قال نخير بين الناس، مين أفضلنا مين كذا، فقال فنخير أبا بكر. هذا الصحابة عندهم إجماع فيه على أفضلية سيدنا أبو بكر، ثم عمر ثم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، بهذا الترتيب، شاء من شاء وأبى من أبى. تمام؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لا شك سبحان الله. فهذا الحديث لما فعلوه الصحابة الله يرضى عنهم وخيروا بين الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينههم، تمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم، فهذا اسمه تقرير. تمام؟ في أيضا تقرير لما أكل الضب يعني سبحان الله. نعم، في بعض الأحيان كان يؤكل الضب أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أكله عافته نفسي. وأحيانا كان يكون يعني ينجاب الضب فيأكله الصحابة بجانبه صلى الله عليه وسلم ولم ينههم عن أكل الضب. بس كان أحيانا يأكلوه حتى صح. قال عافته نفسي، ما كان يقول لا أحبه، كان يقول عافته نفسي، لم يكن بأرض قومي. حتى مرة جابوه فأعطى سيدنا خالد، نزل هو والبعض يأكل منه سبحان الله، سيدنا خالد بن الوليد الله يرضى عنه. فهذا أيضا من التقرير. جميل. طيب، المبحث الأخير الحديث الوصفي، الخلقي أو الخلقي، وكلاهما حديث وصفي، خلقي أو خلقي. حجيب لنا مثالين. طيب، مؤمن تقرأ لنا المثال الأول. أحسن. نعم، له شعر يبلغ شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء. نعم، شحمة أذنه رأيته في حلة حمراء ولم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. جميل. هذا وصف خلقته. سيدنا البراء بن عازب هو صحابي وأبوه صحابي، البراء بن عازب. البراء كان من صغار الصحابة مش من كبارهم، لأنه الحديث التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كخلقة، لاحظوا يا جماعة، اللي رواها مين؟ صغار الصحابة وليس كبارهم. ليش؟ لأنهم كانوا يهابون النظر والتأمل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له. أما الصغار كانوا ينظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل حديث ابن أبي هالة كان من صغار الصحابة، هو ابن السيدة خديجة من زوجها أبو هالة. ويعني حديث ابن أبي هالة، حديث الحسن، نعم الحسن، سيدنا الحسن، حديث البراء بن عازب، نعم، سيدنا أنس بن مالك الله يرضى عنهم. طيب.